بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان في أحد العصور والأزمان راجل متجوز، وكان ميسور الحال، عنده قصور وحدائق، ده غير الجواهر والأموال. وفي يوم من الأيام خرجت زوجته تتمشى في حديقة القصر، شافت واحد من الخدم قاعد بيبكي، راحت له وسألته: مالك حزين وبتبكي ليه؟ قال لها الخادم: سيدي طردني لأني كسرت آنية من الزجاج غالية جدا، وقعت مني غصب عني. قالت له: تعالى معايا. خدته وراحت لزوجها. أول ما شاف الخادم قال له: إيه رجعك تاني؟ ردت الزوجة: أنا اللي قلت له يرجع، إزاي تطرده علشان بس كسر آنية من الزجاج، وكمان غصب عنه مش بخاطره. قال لها: وانت ازاي تتدخلي وتغيري اوامري؟ قالت له: ده ظلم وافتراء كمان، وملوش داعي بالمرة تقطع عيش الخادم الغلبان. زوجها قال لها: خلاص انا هوافق انه يرجع، بس بشرط انك انت اللي تسيبي البيت وتروحي بيت اهلك، وعشان ما بقاش ظلمتك انا بسمحلك تاخدي معاكي اعز ما تملكين، وغدا تذهبين. ولما حل الظلام وكل الناس نيام، الزوجة خدرت زوجها وأخدته معاها بيت أهلها. في الصباح فتح الزوج عينيه، لقى نفسه في مكان غريب وزوجته قدامه، فسألها: أنا فين ومين اللي جابني هنا؟ ردت عليه: أنت في بيت أهلي وأنا اللي جبتك هنا. ولما سألها عن السبب قالت له: مش انت سمحتلي اخد معايا اعز ما املك؟ يا زوجي العزيز، انت اعز واغلى ما املك. فابتسم لها ورجعا سويا الى بيتهما، ومن يومها عايشين سوا من غير خناق، والحب بقى يخيم على الاجواء.